أكتوبر العام 1973. الحرب العربية الإسرائيلية والتي جمعت العرب تحت راية واحدة لمحاربة الكيان الإسرائيلي. من بين ثنايا سطور التاريخ ترفرف الراية الجزائرية فوق أعناق ثلة من المقاتلين الأشداء الذين كبدوا الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، فصنعوا تاريخا كانوا أول ضحاياه، حفروا بطولات تناساها العرب وكشف عنها العدو. وقدر للمعارك التي خاضتها القوات الجزائرية على جبهة قناة السويس أن تكون من أخطر أسرار تلك الحرب. غولدا مائير عجوز بني صهيون تنشر كتابا تحت عنوان التحالف العربي وكارثة إسرائيل يوم الغفران، تذكر فيه كيف التف العرب تحت راية واحدة ما أدى إلى إلحاق هزيمة نكراء بإسرائيل. جميع الدول العربية شاركت في تلك الحرب بالدعم المالي والدبلوماسي، إلا أن الجزائر والعراق شاركتا بالجيوش والمعدات العسكرية. كان الجيش العراقي في دعم الجيش السوري على جبهة الجولان، بينما كان الجيش الجزائري في دعم الجيش المصري على جبهة سيناء. رجل استخبارات جزائري يرسل معلومات إلى الرئيس الراحل الهواري بومدين تفيد بأن إسرائيل تستعد لشن هجوم على مصر. على إثر تلك المعلومات اتصل الرئيس بومدين بالسادات وقال إنه يضع كل إمكانيات الجزائر تحت تصرف القيادة المصرية، طالبا منه أن يخبره فورا باحتياجات مصر من الرجال والسلاح. فقال السادات أن الجيش المصري في حاجة إلى المزيد من الدبابات، وأن السوفيات يرفضون تزويده بها. كان رفض رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ليونيد بريجنيف مد الجيش المصري بالسلاح لأن الرئيس المصري السابق أنور السادات طرد خبراء روس من مصر، وهو ما أشعل أزمة دبلوماسية بين البلدين. انتهت هذه الأزمة عندما طار بومدين إلى الاتحاد السوفيتي وفتح حسابا بنكيا بالدولار، وبذل كل ما في وسعه لإقناع السوفيات بالتعجيل لإرسال السلاح إلى الجيشين المصري والسوري. وهدد بومدين القيادة السوفيتية قائلا: رفضتم بيعنا السلاح، فسأعود إلى بلدي سأوجه خطابا للرأي العام العربي أقول فيه بأن السوفيات يرفضون الوقوف إلى جانب الحق العربي، وأنهم رفضوا بيعنا السلاح في وقت تخوض فيه الجيوش العربية حربها المصيري ضد العدوان الإسرائيلي المدعوم من طرف الإمبريالية الأمريكية. فنزل بريجنيف عند طلب بومدين ووافق على بيع السلاح إلى مصر، ولم يغادر الرئيس الجزائري حتى تأكد من أن الشحنات الأولى من الدبابات طارت إلى وجهتها. أمدت الجزائر مصر ب96 دبابة و32 آلية مجنزرة و12 مدفع ميدان و16 مدفعا مضاد للطائرات، وما يزيد عن 50 طائرة حديثة من طراز ميغ 21 وميغ 17 وسوخوي 7. كانت هذه المعدات عدا الجنود الذين قاتلوا في معركة الزيتية، وهي معركة يعترف اليهود بأنها كانت حاسمة في هزيمة إسرائيل. عند عودة بومدين إلى الجزائر حشد القوات الجزائرية المتوجهة إلى الجبهة المصرية في ثكنة عسكرية بزرالدا غربي العاصمة، وخطب فيهم قائلا: العدو يتحرش بالجيوش العربية، وقد جعلوا إسرائيل خنجرا في قلب الأمة العربية، وأن جزءا من أمتنا يقع عليها عدوان، فاذهبوا ودافعوا عنه، وليس أمامكم إلا خيارين: النصر أو الشهادة. فمصر هي التي تحملت عبء الحرب وساعدتنا خلال ثورة التحرير لنبرهن على قواتنا خارج حدود أراضينا. بهذا الخطاب الحماسي ودع بومدين 2115 جندي و812 ضابط صف و192 ضابط جزائري، والذين كانوا أهبة الاستعداد النفسي والعسكري للقتال. قوات خاصة من اللواء الثامن مدرع، وهو لواء قتالي قوي يضم نحو 5000 مقاتل من أكفأ المقاتلين في حروب الدبابات والمدرعات. كان مزودا بكافة العتاد والأسلحة اللازمة، ويضم فيالق دبابات وفيلق مشاة ميكانيكية وفوج مدفعية ميدان وفوج مدفعية مضادة للطائرات و7 كتائب للإسناد. فور وصول اللواء الجزائري المدرع للقاهرة تم نقله برا وبحرا للسويس لدعم الجيش المصري في معركة ضد إسرائيل. رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي دافيد إلعازر يتحدث عن الحرب العربية الإسرائيلية فيقول إن إسرائيل خسرت حربها سنة 1973 نتيجة استهانة واستهتار اللواء أريل شارون، ووصفه بالمغرور.
حيث كان هذا الأخير يصف أسلحة الجزائريين بالبدائية، وتوقع فرار الجنود الجزائريين لمجرد رؤية الدبابات الإسرائيلية. لكن البسالة والإقدام الجزائري والقتال حتى الشهادة كلفت الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة. ففي يوم واحد قتل 900 جندي إسرائيلي وفقدت 172 دبابة، وهي هزيمة تحمل شارون مسؤوليتها الكاملة بعدما كسر الأمر العسكري واندفع باتجاه القوات الجزائرية التي أعطته درسا في القتال والاستبسال. 6 أكتوبر تشرين الأول 1973 بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية، أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة، وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. عقب بدء الهجوم حققت القوات المسلحة المصرية والسورية أهدافها من شن الحرب على إسرائيل. كانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك. عبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف وتوغلت بعمق 20 كيلومترا شرقا داخل سيناء، فيما تمكنت القوات السورية من التوغل إلى عمق هضبة الجولان وصولا إلى سهل الحولة وبحيرة طبرية. لكن النصر لم يدم طويلا. 14 أكتوبر عام 1973 طائرة استطلاع أمريكية تكشف ثغرة بين الجيش الثالث في السويس والجيش الثاني في الإسماعيلية. تم نقل البيانات إلى تل أبيب وبدأ التجهيز للهجوم الإسرائيلي. 9 صباحا 16 أكتوبر 1973 كتيبة دبابات وكتيبة مظلات إسرائيلية تمركزت غرب قناة السويس بعد أن عبرت الطرف الشمالي للبحيرات المرة. كانت الخطة تقضي بضرب الحصار على الجيش الثالث الميداني ومدينة السويس، حيث كانت تتمركز القوات البرية الجزائرية وقوامها كتيبة الصاعقة، والتي قد وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في تلك البقعة على اعتبار أنها منطقة في الخطوط الخلفية للجيش المصري حتى يكون دورها دفاعيا في المقام الأول، فلا تتعرض تلك القوات لمواجهة مباشرة مع القوات الإسرائيلية، وهو عرف متبع في مثل تلك الحالات. لكن تخبط الإدارة العسكرية في إدارة المعركة أدت إلى حدوث الثغرة، لتصبح القوات الجزائرية في مواجهة مباشرة فعلية ضد المئات من الجنود الإسرائيليين، فحدثت بينهما مواجهة ساخنة استطاعت خلالها القوات الجزائرية صد الهجوم الإسرائيلي الذي كان تحت قيادة آريل شارون في جولتين متتاليتين خلال معارك طاحنة أبلى فيها الأشقاء الجزائريون بلاء حسنا. خاضوا تلك المعارك بكل بسالة جندي إسرائيلي، والذي يعتبر الناجي الثاني من المعركة بالإضافة إلى شارون يصف المشهد فيقول: اندفعنا بقوة صوب الأديبية تسبقنا قذائف دباباتنا، وما أن توغلنا في عمق المنطقة حتى وجدنا أنفسنا محاصرين من كل الاتجاهات. كانت دباباتنا تنفجر بمعدل 3 إلى 4 دبابات في الثانية، فظننت أننا سقطنا في حقل ألغام، لكن أصوات الأعداء كانت تأتي من كل الاتجاهات ويقولون قولتهم الشهيرة: الله أكبر، وهم يمطروننا بالصواريخ المحمولة كتفا RPG. ويضيف: كانوا يخرجون من تحت الرمال ويقاتلون مثل الوحوش، لم نكن نتوقع أنهم سيتغلبون علينا، لقد قتلوا وأسروا المئات. وكان شارون يصرخ ويبكي كالطفل الذي تركته أمه تائها في الصحراء. حتى أن القيادة المصرية كرمت العديد من القادة الجزائريين، بل وقد حصل بعضهم على وسام نجمة سيناء، والذي يعتبر أعلى وسام عسكري مصري ولا يمنح إلا لكبار القادة ممن كان لديهم دورا بطوليا استثنائيا في جبهات القتال. كان من بين الجزائريين الذين حصلوا على تلك النجمة الرئيس الراحل بوتفليقة، كما شارك في المعركة سعيد شنقريحة، والذي يشغل الآن منصب رئيس الأركان للجيش الوطني الشعبي الجزائري، والذي تحصل على وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حروب الشرق الأوسط لعامي 1967 و 1973. فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي مكاسب استراتيجية، سواء باحتلال مدينتي الإسماعيلية أو السويس، أو تدمير الجيش الثالث، أو إجبار القوات المصرية على الانسحاب إلى الضفة الغربية مرة أخرى. بمعركة اعتبرت حاسمة في التاريخ الحديث أطلق عليها اسم معركة الزيتية. المؤلفان الصهيونيان رونين بريغمان وجيل ماستر في كتاب حرب يوم كيبور اللحظة الحقيقية
يكشف الكاتبان عن وثائق سرية من أرشيف هيئة الأركان العامة والحكومة الإسرائيلية تفضح جزءا مما حدث في معركة الزيتية، منها شهادة لأحد قادة الإسرائيليين الذين شاركوا في المعركة، وهو الجنرال أهارون ياريف مدير جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، فيقول: صفحة سوداء في تاريخ العسكرية الإسرائيلية. لم يسبق أن خسرنا قرابة اللواءين مدرعين ومئات القتلى و300 أسير في معركة واحدة، كما لم يسبق للعرب النجاح في التنسيق القتالي لهذا الحد، وبلغت الخسائر الحد الذي ركعت فيه إسرائيل وامتثلت لأوامر العرب. ويضيف القائد الإسرائيلي أنه بعد المعركة كان هناك 80 أسيرا إسرائيليين لدى القوات الجزائرية، ورفضت القيادة الجزائرية تسليمهم بالنظر إلى أن جيش الاحتلال لم يتمكن من أسر أي جندي جزائري. لكن بعد مفاوضات استمرت ليومين، أصر الجزائريون على مقايضة الأسير ب10 أسرى على نفس الرتبة العسكرية، فلم يكن أمام إسرائيل خيار آخر. بعد نهاية الحرب قال الرئيس الراحل أنور السادات أن جزءا كبيرا من الفضل في الانتصار الذي حققته مصر في حرب أكتوبر بعد الله عز وجل يعود لرجلين اثنين، هما الملك فيصل ابن عبد العزيز عاهل السعودية والرئيس الجزائري هواري بومدين. لكن عجوز بني صهيون جولدا مائير تؤكد أن ما جاء بعد تلك الحرب حقق الأمن لإسرائيل حتى عام 2023، وأن العرب لن يخوضوا حربا جماعية ضد الكيان الإسرائيلي لمدة نصف قرن على الأقل. على الرغم من أن الإعلام المصري والعديد من المؤرخين تجاهلوا الدور الجزائري في حرب أكتوبر، إلا أن بعض المؤرخين المصريين لا ينكرون بطولات جيش المليون شهيد